ايوه يعني ايه صلاه؟ يعني ليه لازم نصلي يعني؟ يا حبك ايه اللي هيحصل؟ احنا ما صليناش وانت مش عارف ان ربنا غفور رحيم؟ وبعدين الصلاه اصلا يعني ده ذنب زي اي ذنب، يعني استغفر الله العظيم وصلى الله وبارك. بلاش تشدد وتعقيد للامور بقى. اللهم صل على النبي. كل الكلام دوت على الصلاه يا ابني. هو انا بقول لك بطل سجاير او بطل بص على البنات؟ بقول لك صلاه صلاه يابا صلاه بس. ما تقلقش انا بقى النهارده جاي اصلح الموضوع دوت. يعني من الاخر كده وعلى بلاطه، الصلاه مش ذنب زي اي ذنب. عشان اوضح لك المثال او الفكره ديت عايز احكي لك قصه واحد كده. كان في واحد قبل كده اسمه حماده. حماده حب واحده ويتعلق بيها، فقرر انه يروح لها البيت علشان يعني يساهم في زياده عدد البشريه. ايه بقى وهو معاها اخوها دخل عليهم، وحماده طبعا من التوتر والارتباك مش عارف يعمل ايه، ومجفظه او اي حاجه كده في ايده، ومضرب اخوها على دماغه. طبعا اخوها وقع على الارض ومات. المهم هو خارج لقى كده خزنه مفتوحه فيها فلوس ومجوهرات، فبالمره مش هيحبهم معاه. فمش هتفرق، الراجل لسه كان مع واحده ولسه قاتل، مش هتفرق يعني على السرقه. تعرف بقى انك لما تسيب صلاه متعمد، فرد واحد متعمد بس، اكبر عند ربنا من الثلاث ذنوب دول. طبعا انت هتقول لي انا فهمتك، اكبر من السرقه او الزنا او القتل، مش كده؟ ما احب اقول لك اللي انت غلطان في النقطه دي. ترك الصلاه عند ربنا اكبر من الذنوب ديت مجتمعين. نعم مجتمعين. تقول ايه؟ يوه. اديك مثال كمان. تخيل كده واحد غني معاه املاك ومليونير، معاه مشاريع على ذهب على الماظ، معاه كل حاجه، وعنده عيال وبيحب مراته وعياله جدا، متعلق بيهم لابعد الحدود. تخيل بقى الراجل دوت بعد ما نام وصحي لقى ان عياله كلهم وعيلته كلهم ميتين، ولقى ان مشاريعه واملاكه ديت كلها اتدمرت وبقى فقير. تخيل كده الراجل دوت هيحس بايه؟ قول لي ده راجل هيبقى نفسيته متدمره، ده خسر كل حاجه. اهو نفس بقى الشعور دوت هتحسه لو ما صليتش صلاه العصر، هتحسه يوم القيامه. طب انت ممكن تقول لي هو حس الشعور دوت بسبب العقاب، مش كده؟ بسبب العقاب والعذاب اللي هيشوف. احب اقول لك اللي انت غلطان. هو حس الشعور دوت بسبب كميه النعيم اللي ربنا حرمه منه، كميه نعيم لا تخطر على بالك، وده بصلاه واحده بس العصر، ما بالك بالخمس فروض. طيب يا عم مش هزعلك خلاص، هبدا اصلي. بس انا اصلا مشغول، اصلي ازاي وانا اصلا بالي كله في الشغل؟ انا وقتي كله في الشغل اصلا. انت لازم تفهم ان شغلك اصلا ديت الحاجه الثانويه مش الاساسيه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت بتشتغل علشان تعرف تعبد ربنا كويس، بتاكل عشان تتقوى تعبد ربنا، بتشتغل وتجيب فلوس عشان تعبد ربنا وانت بالك مرتاح. لازم تعرف كمان اللي انت اصلا بتعبد سيد الزمان. طول ما انت بتعبد ربنا، ربنا هيبارك لك في وقتك اكيد يعني. فدي حاجه مش منطقيه اصلا ان انت تقول لربنا انا اسف مش هقدر اصلي عشان بشتغل عشان انت ترزقني. انت بتقول لي تعالى صلي بس مش هعرف اجي اصلي عشان ترزقني يا رب. يعني تخيل كده مثلا رئيسك في الشغل بينادي عليك ويقول لك تعال، بتقول له لا انا اسف انا مشغول، انا مش هعرف اجي لك عشان خايف ان انت ما بتديش المرتب اخر الشهر. طب هو اصلا ده مديرك، ازاي مش هتروح؟ ده كلام يدخل العقل. طب انت ممكن تقول لي هو ليه مثلا واحد يسيب صلاه متعمد مش بيحس بتأنيب الضمير زي مثلا انه لو سرق او زنى او قتل واحد؟ هقول لك بمنتهى البساطه لان ترك الصلاه انت بتاذي نفسك بس مش اللي حواليك. انت اللي ما صليتش روح النار، الناس مالهاش دعوه. لكن الزنا احنا قلنا قدر الزنا قبل كده في الفيديو اللي قبل اللي فات، والقتل معروفه والسرقه معروفه. الحاجات دي بتضر المجتمع، فربنا حاطط الحاجات دي فيك عشان ما تعملهاش. لكن الصلاه انت بتضر نفسك بس. طب على فكره بقى انا كويس بس مشكلتي بس هي الصلاه، لان ساعات انا بطلع صدقات وكمان بصوم رمضان وكمان بحترم الناس وما اجيبش سيره حد ومش باذي حد. انا عايز اقول لك اللي انت لو سبت صلاه العصر متعمد ربنا مش هيتقبل منك اي حاجه انت بتعملها بعد الوقت ده نهائي. وخلي بالك ده صلاه العصر بس، ما بالك الخمس فروض. يعني من الاخر كده طول ما انت بتصليش مفيش حسنه ربنا هيقبلها منك غير لما تبدا تصلي. طب على فكره بقى انا محترم وبحترم ابويا وامي جدا، بفرض لهمش اي طلب. هو انت متاكد من الموضوع دوت؟ متاكد ازاي يعني؟ تقصد ايه؟ اقصد يعني تخيل كده ان ابوك يفضل ينادي عليك وانت ما تردش عليه نهائي. يعني مثلا انت مشغول بالتلفزيون ماسك التليفون وابوك عمال ينادي ولا انت هنا. بس انا طبعا عارف ان انت عمرك ما هتعمل كده مع ابوك، بس ان ابوك هيطلع ولله المثل الاعلى. تخيل ان ربنا بيفضل يناديك 5 مرات في اليوم وانت لا حياه لمن تنادي، سواء بقى قاعد في القهوه او ماسك التليفون 5 مرات في المره يا مؤمن. طب انا دلوقتي اصلا انا اسف يعني لسه شاب، يعني لسه صغير، العمر قدامي لسه طويل، انا ممكن اصلي بعد ما اكبر. اقول لك هو انت اصلا ايش عرفك وايش ضمنك ان انت هتفضل موجود لحد ما تكبر؟ ممكن ربنا ياخد روحك دلوقتي؟ لا مش قصدي، انا بس ممكن لما تتم ال 30 او ال 40 ابدا اصلي. طيب يا سيدي نفترض ان ربنا مد في عمرك وصلت ل 40 سنه، او انت متخيل كميه الحسنات اللي انت ضيعتها في العمر ده كله؟ انت ضيعت درجات غير طبيعيه في الجنه. طب هو انت تعرف اللي انت مثلا لو بتشتغل او بتذاكر بس ما بتصليش نهائي ربنا يسمى ده ايه؟ ربنا يسمى لعب كلها بعمله دوت الشغل والمذاكره وكل دوت مجرد لعب لو ما بصليش؟ ايوه مجرد لعب. بس انت اصلا ربنا خلقك عشان تعبده، عشان تعمر الارض. المذاكره والشغل
الشغل دوت عميل ارض. انت بقى لو بتشتغل وبتذاكر بس يبقى حياتك مالهاش لازمه. كل دوت انت بتعمله كله اسمه عند ربنا لعب ملوش لازمه. لازم تصلي علشان الحاجات دي يبقى ليها قيمه. تارك الصلاه اللي ما بيصليش خالص لا جمعه ولا 5 فروض ولا اي حاجه دوت مش مسلم. طيب العلماء بقى اختلفوا هنا، هل هو كافر ولا فاسق؟ لان النبي قال ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر. العلماء هنا اختلفوا، هل ده كفر دون كفر ولا لا؟ يعني كفر ولا فسوق؟ عشان نعرف الموضوع دوت المفروض نعمل ايه؟ الموضوع بسيط، احنا هنستنى لحد يوم القيامه ونشوف الناس اللي ما كانوش بيصلوا دول لما يدخلوا النار هيخرجوا منها ولا لا. لو دخلوا وخرجوا يبقى دول كانوا مسلمين، يبقى فعلا كفر دين كفر. طيب لو فضلوا هناك على طول يبقى مش مسلمين. فهل انت متاكد ان انت عايز تلعب ومر بمستقبلك؟ هل انت عايز تخاطر خطوره زي دي؟ براحتك، لان خد بالك لو انت مت وانت في حضن واحده انا ما اقدرش اقول لك انت دخلت النار لو انت على الاقل بتقطع في الصلاه، لان دي حاجه ذات ربنا. كان الواحد يموت وهو اصلا مش بيصلي نهائي دي حاجه انا ما اضمنهاش. طيب بص من الاخر كده ربنا غفور رحيم، انا مش محتاج اصلي، وكمان اهم حاجه القلب يكون كويس. وانا بصراحه قلب ابيض اقول لك عندك حق ربنا غفور رحيم، لكن ربنا قال ان رحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للمتقين. هل انت بقى من المتقين؟ طب انت اصلا مش بتصلي يبقى من المتقين ازاي؟ وبعدين انت بتقول انا قلبي كويس، ازاي انت قلبك كويس وانت اصلا مش بتصلي؟ لان ترك الصلاه دوت من اكبر الكبائر. يعني انت لو دخلت قبرك اول حاجه هتستقل عنها هي الصلاه، لو صلحت كل اللي عملها تصلح، لو فسدت يبقى كل اللي انت عملته مالوش لازمه. يعني من الاخر كده اللي ما بيصليش عامل بالظبط لكن هو راح لجنه الامتحان يذاكر وحل وكل حاجه تمام، بس في الاخر قرر انه ما يكتبش اسم. انا عايز اقول لك ان لو عمل الحركه دي المراقب اصلا مش هيبص على الورق، مش هيبص على الحاجات اللي هو عملها. هي بقى الصلاه كده، الصلاه هي الاسم اللي هتكتبه في ورقه الامتحان، فاكتب اسمك عشان المراقب يبص عليها بس. ويا ريت تدعمني ماديا على يوتيوب لو تقدر تعرف اجيب مايك جديد، تستعمل لايك وسبسكرايب.